أهلا وسهلا بكم من جديد. لا تنسى الاشتراك فضلا وليس أمرا. عن كواليس مران نادي الزمالك اليوم الأربعاء قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكأس الكونفدرالية، حيث أشارت التقارير للقاء خاص جمع كل من المدير الفني جوميز ومتوسط ميدان الزمالك نبيل عماد دونجا، حيث أكد جوميز لدونجا ضرورة الالتزام ببعض التعليمات الخططية على أرضية الملعب لضمان سيطرة الزمالك على وسط الملعب في النهائي. وتأتي هذه التعليمات ضمن رغبة البرتغالي للسيطرة على المباراة، على عكس لقاء الذهاب الذي غاب فيه الزمالك في الدقائق الأولى قبل أن يعود لشكله المعتاد وإحراز الهدف في بداية الشوط الثاني. وشهدت التدريبات أيضا تمارين استشفائية للاعبي الزمالك قادها مخطط الأحمال للتعافي من إجهاد لقاء الذهاب. ومن المقرر أن يواجه الزمالك نهضة بركان يوم الأحد. حسم طبيب نادي الزمالك موقف اللاعب مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. موقف اللاعب مصطفى شلبي لاعب الفريق، وذلك في ظل استمرار إصابته قبل إياب النهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي محمد أسامة. طبيب الزمالك أكد أن مصطفى شلبي يسير بخطى جيدة في البرنامج التأهيلي الموضوع من أجل تجهيز اللاعب، مؤكداً أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويخضع حالياً إلى برنامج تأهيل من أجل العلاج، وواصل أن هناك مجهود كبير يتم عمله حالياً لتجهيز اللاعب، وبدأ أداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمنيزيوم لتجهيزه بالشكل المناسب. موقف اللاعب سيد نيمار من مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي يوم الأحد القادم. ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد القادم فنهائي بطولة الكونفدرالية على أرضية ملعب استاد القاهرة. ورحل عن عالمنا والد اللاعب سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهناك اتجاه لدى جوميز المدير الفني للفريق استبعاد، وبسبب ظروف وفاة والده التي من المؤكد أنها ستؤثر عليه وعلى تركيزه، إلى جانب أنه سيغيب بالتأكيد غدا وبعد غدا عن مران الزمالك بسبب العزاء، فبالتالي النية تتجه لاستبعاده من اللقاء. ويرى جوميز أن اللاعب تحت ضغوط نفسية كبيرة بعد فقدان والده، لذا هناك قرار باستبعاده من معسكر مباراة نهائي الكونفدرالية